النهارده بداية سلسلة جديدة، السلسلة اللي هناخد فيها خوذ من ناس مش محتاجاها ونعمل لها إعادة إحياء وننضفها ونظبطها، لو محتاجة أي حاجة نجيبها وبعدين نديها الناس فعلا تستاهلها في الجو الساقع اللي احنا فيه. يلا بينا. هي دي الخوذة اللي احنا هنعمل لها إعادة هيكلة وإعادة تصحيح. خوذة على فكرة محترمة جدا. قبل ما هنبدأ بقى نحط كيس عشان ايه، هي مركونة بقالها كتير فغالبا في حاجات بتقع. مهم جدا، هو كيس خاص بالأكل، تقدر تستخدمه الحالات اللي زي كده. نبدأ أول حاجة إن احنا نفك الفايزر. يا رب ما اكسروش. طيب أكيد ليه ميكانيزم سهل للفك. أظن دي بيدوس عليها. لا هي اهي. أوكي 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 فكيته. والله العظيم دي أول مرة. دلوقتي أنا طلعت الفايزر حالته يعني كويسة جدا، 80% أو أكتر. هنبدأ نفك بقى الإيه، البادنج اللي جوه. حاجات مهمة الواحد يفتكر هو فكها ازاي عشان يعرف يرجعها تاني. نبدأ بقى نفك الانتيريور من جوه. هتحتاج تتغسل غسلة محترمة. طيب دي الخوذة. انا الحمد لله غسلتها، نضفتها كويس جدا، وبعد كده استخدمت المعقم ده وعقمتها برضو كويس جدا. الخوذة من جوه ممتازة جدا. بره برضو بقت ممتازة جدا. ريحتها بقت حلوة جدا برضو. استخدمت شامبو استخدمت شامبو. الكونديشن بتاعت الخوذة بيرفكت. تمام. طيب بعد كده ناخد بقى الانتيريور، نبدأ نركبه. طبعا برضو الانتيريور ريحته بقت تحفة. ان شاء الله تبقى بسيطة في تركيبها يعني، ان شاء الله. كده ركبنا هنا جوه تمام. والله الواحد يعني بيجتهد. هنعمل ايه؟ بس مش عارف دي ملهاش كليبس تحط كده، اكيد في حاجة بتكبس عليها، حاجة بتلبس عليها. صراحة الانتريورز كانت وحشة جدا، مبهدلة يعني. بس الحمد لله ايه، كده بقت زي الفل. بص بقى التفاصيل، انا عاشق للتفاصيل، عاشق للتفاصيل والله بجد. يعني بيهتموا بالخواص جدا. اوكي حط بقى يا باشا برضو دي. جمال جمال ودلال، جمال ودلال، والله العظيم جمال ودلال. بص يعني ايه، بقيت محترف. خش بينا على الجنب ده. بس محتاج ايه، البلاستيك عليه ميه بسيطة بسيطة. ايوه ليها مكان. كل حاجة ليها مكان يا باشا، مفيش حاجة ملهاش مكان. واو، والله العظيم تقفيلة. يعني اديها 7 من 10. اوكي ناخد الجنب التاني برضو، البلاستيك عليه شوية مية. هنيجي، مشكلة بقى الخوذ دي، او مش خوذ دي، اي خوذة. آه لو قفلت بس حاجة غلط هتشوف أسوأ رحلة سواقة في حياتك حرفيا. فدايما تهتم ان انت تقفل حاجات في مكانها عشان ما تندمش يعني. أنا لحد دلوقتي كله بونو، كله بونو. آه هنا دي ركبت ودي ركبت. في واحدة تانية، ايوه هي هنا ركبت يا باشا، كله ركب. ناقص بس الحتة اللي قدام بتاعت الشتا. فين بقى وشها؟ غالبا ده وشها. دي كانت بتدخل كده، دي بتترفع كده وتدخل كده تقريبا. اهو، والله تصميمها بسيط يعني، مفيهاش تعقيد. انا بقى قلت تصميمها بسيط وهي ما تشركب ان شاء الله. شيلي ركبت. تعالي انت كمان اركبي بس كده. والله الخوذة بيرفكت بيرفكت بيرفكت. بصوا حاجة والله العظيم جمال ودلال وحلاوة. واصلا حتى الخوذة من بره شكلها تحفة، حالتها تحفة. ايه هاتلي الفايزر. رحلة تنظيف الفايزر.
يعني انا بس ايه باللوك ده بقى بتاع الشتاء، عشان انت ماشي في الشتاء يعني حلو كده، حلو. هديها بولش. مم. مم. مش عارف بصراحة، يعني المفروض دي بتدخل من هنا. يكتشف الغامض والمثير. ايوه ركبت. يا بس الخوذ بيبقى ليها ايه دخلة كده عظمة والله. ايه شغل نضيف، ونضارة شمس، حركات فايزر بيتفتح بقى، فايزر بيتفتح ونضارة شمس وبتتقلب موديلر. مش عارف انا مركبها صح ولا ايه. لا بقى ده اصلا الموديلر ده مش بتاع الفايزر، ده مش بتاع، لا هو بتاع. بس كده ان شاء الله نديها لحد يستاهلها. باي.